بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أحبابي طلاب بالصف الأول الإعدادي. أهلا بكم في المراجعة النهائية. هنراجع النهاردة إن شاء الله على الوحدة الأولانية. إحنا هناخد النهاردة أهم حاجات موجودة عندنا. إحنا هنقسم المراجعة إلى 3 أو 4 فيديوهات. دلوقتي هنتكلم على الوحدة الأولانية. طبعا أهم حاجة في الوحدة إحنا هنبص مع بعض كده، هنتكلم على المفاهيم. بعد كده هنتكلم على مثلا الشخصيات المهمة اللي موجودة عندي في الوحدة. بعد كده هناخد أنواع الأسئلة اللي موجودة معانا. أول حاجة عندي المفاهيم. عندي أول حاجة موجود فيها الزيادة الطبيعية. يعني ايه كلمة زيادة طبيعية؟ قال لي الزيادة الطبيعية هي الزيادة الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات خلال فترة معينة. الزيادة الطبيعية هي الفرق ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات خلال فترة معينة. طيب الزيادة الغير طبيعية أو الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان لآخر. والهجرة النوعان: نوع داخلي، هجرة داخلية، وهجرة خارجية. طيب الهجرة الخارجية عندي فيه هجرة، حاجة اسمها هجرة نازحة. والهجرة النازحة ديت هي حركة انتقال السكان من أفريقيا إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية أو دول الخليج. يعني اللي بيخرجوا من أفريقيا إلى الدول الأخرى. أما الهجرة الوافدة هي حركة انتقال السكان إلى داخل إلى داخل القارة. يعني جاي لنا من بره لجوه، جاي لنا من بريطانيا لجنوب افريقيا، جاي لنا من فرنسا رايحين غرب افريقيا، وهكذا. طيب الهجرة الغير شرعية بقى قال لي يعني انتقال الافراد ما بين الدول بالطرق غير قانونية. تمام، ما يبقاش في ورق رسمي، من غير تصريح. تمام، وطبعا او ان هو يتجاوز مده الاقامه القانونيه. يعني انت قاعد شهر، قاعد شهرين، قاعد سنه، تمام، ممكن بتروح تاخد تصريح مره تانية. انما لما تتجاوز المده ديت تبقى اسمها هجره غير شرعيه. طيب كلمة التركيب الاقتصادي يعني تصنيف السكان وفق النشاط الاقتصادي الذي يمارسه السكان. يعني ممكن يكون حد في النشاط الزراعي، وكمان او الصناعة او التجارة او السياحة يعني هكذا. طيب عندي كمان الهرم السكاني. الهرم السكاني هو رسم بياني بيوضح توزيع السكان على حسب النوع، ذكر او انثى، على حسب الفئة العمرية. تركيب اللي هو التركيب العمري بالنسبة للسكان. تمام. طيب بلاش الناس تلعب بدل ما اطلعكم بره. طيب الشخصيات، اهم الشخصيات هنا اللي موجوده يبقى ديت بالنسبه للمفاهيم. طيب اهم الشخصيات اللي موجوده عندي شخصيتين. عندي هنا ويلي سونكا، وده روائي نيجيري معاصر اشتهر طبعا بدفاعه عن الهويه الثقافيه والافريقيه وحمايتها من تاثير الاستعمار. وده طبعا بنقول هو اول كاتب افريقي بيفوز بجائزه نوبل في الادب سنه 86. سنة 87 حصلوا نجيب محفوظ. 88 حصلوا نجيب محفوظ، وهو أول أديب مصري بيحصل على جائزة نوبل. تمام. طيب يبقى طيب تالت حاجة عندي وهي التفسيرات. التفسيرات، أول تفسير بيقول لي إيه هي أهمية دراسة بيانات وإحصاءات السكان. بيانات واحصاءات السكان بنقول ان علشان هي بتساهم في معرفه التطورات السكانيه من حيث النمو والتوزيع السكاني. تاني قال لي هي معرفه تطورات السكان من حيث النمو والتوزيع السكاني. طيب يبقى ده اول حاجه، اهميه دراسه بيانات واحصاءات السكاني. انا عايز اعرف السكان، التطور السكاني ازاي، كانوا قد ايه وبقوا قد ايه، التوزيع بتاعهم، الاماكن بتاعتهم موجوده فين. طيب تاني حاجه موجوده عندي وهي زياده معدل المواليد. ليه؟ قال لي بما تفسر زياده معدل المواليد في افريقيا اللي بضاعف. تمام، طبعا اللي بقى ضعف المعدل العالمي تقريبا سنة 2023، اللي هو ارتفاع معدل المواليد. لما يقول لي بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في القارة، هقول له هنا بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر وضعف برامج تنظيم الأسرة.
رقم ثلاثة إن أفريقيا سجلت أعلى معدلات للوفيات في القارة على التوالي في نيجيريا وتشاد. أو سؤال بمعنى تاني، ارتفاع معدل الوفيات بدولة ليسيوتو. هنا هقول له بسبب تفشي الأمراض المستوطنة وارتفاع وفيات خاصة الأطفال والأمهات. طيب، عندي السؤال رقم خمسة، هجرة السكان من قارة أفريقيا أو حدوث الهجرة الخارجية. هم ليه الناس بتهاجر؟ قال لي هنا للبحث عن فرص عمل أفضل، لتحسين مستوى المعيشة، للبحث عن فرصة تعليمية أفضل، لعدم الاستقرار السياسي والإيه والحروب. يبقى دي أسباب بتؤدي إلى الايه، الى الهجره او حدوث الهجره الخارجيه. الهجره الخارجيه يعني من افريقيا الى ايه، الى الخارج. تمام. يبقى انا دلوقتي افريقيا فيها بطاله، يبقى انا هبحث عن فرص عمل، عايز احسن مستوى المعيشه، عايز ابحث عن فرصه تعليميه افضل، عايز طبعا هنا وجود الحروب، فالناس بتهاجر سواء داخل القاره او ايه او خارج القاره. السؤال رقم 6، هنا بيقول لي يعد وادي النيل ودلتا في مصر من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، أو ارتفاع الكثافة السكانية في النيل الأزرق بالسودان. تمام. أي منطقة فيها نيل هقول له بسبب توفر المياه العذبة والتربة الخصبة. طيب، هنا تعد منطقة السواحل الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية، يعني الساحل الشمالي الغربي بالنسبة للقارة اللي موجود في المغرب وتونس والجزائر، أو الجنوبية الشرقية اللي هي موجودة في جنوب القارة، جنوب أفريقيا. هنا أيضا تعد من مناطق مرتفعة الكثافة السكانية. المناطق دي فيها إيه؟ قال لي بسبب اعتدال المناخ ووفرة المياه العذبة والتربة الإيه والتربة الخصبة. طبعا المناطق الصحراوية ندرة المياه، مناطق المستنقعات ذات كثافة سكانية نادرة طبعا لصعوبة الايه، لصعوبة الحركة بها. طيب، عندي هنا هاخد مثلا تسعى السؤال رقم 12، تسعى الدول الإفريقية لإنشاء مدن جديدة. تسعى الدول الإفريقية لإنشاء مدن جديدة. قال لي هنا لإعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على المناطق ذات الكثافة العالية. هنا أفريقيا عايزة تعمل مدن جديدة علشان تخفف الضغط على المناطق ذات الكثافة السكانية الإيه العالية. طيب، ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في القارة، قال لي هنا بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. طيب، السؤال 14، اختلاف نسبة التركيب النوعي في أفريقيا من دولة لأخرى، أو اختلاف نسبة الذكور والإناث من دولة إلى أخرى بقارة أفريقيا. ليه التركيب النوعي اختلف؟ ليه في دولة فيها ذكور أكتر أو في دولة فيها إناث أكتر؟ قال لي هنا بسبب الهجرة وارتفاع معدلات الوفيات ما بين الذكور عن الإيه؟ عن الإناث. طيب، 15، انتشار اللغة الإنجليزية في دولة جنوب أفريقيا، طبعا بسبب الاحتلال البريطاني لدولة جنوب أفريقيا. أو في انتشار اللغة الفرنسية في غرب ووسط أفريقيا، هقول له هنا بسبب الاحتلال الإيه الفرنسي. طيب، السؤال اللي بعد كده بيكلمني على ما النتائج، النتيجة، والنتيجة زي ما احنا عارفين هقول له يؤدي إلى أو أدى إلى. طيب، هنا السؤال اللي هو الثاني بيقول لي هنا ما النتائج المترتبة على الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا؟ هنا في هجرة غير شرعية من أفريقيا لأوروبا، دي عملت إيه؟ قال لي تؤدي إلى التأثير سلبا على الاستقرار وأمن الدول، طبعا أمن الدول الأوروبي. تعرض المهاجرين للعديد من الأخطار زي الغرق في البحر أو الاستغلال. تمام. طبعا هنا اللي عايز يروح ويهاجر من مكان لمكان بيستغل، بيدفع فلوس ياما. حرمانهم من حقوق من الدول اللي هم رايحين ليها، رايحين بيهاجروا ليها. طيب، هنا السؤال الثالث، ما النتائج المترتبة على زيادة أعداد السكان في قارة أفريقيا أدى إلى معاناة قارة أفريقيا بشكل عام من مشكلة السكانية؟ طيب، قال لي هنا اكتظاظ، ما النتائج المترتبة على اكتظاظ مدينة لاجوس اللي هي موجودة في نيجيريا، اللي كانت العاصمة القديمة لنيجيريا. تمام. هنا اكتظاظ مدينة لاجوس بالسكان، هقول له هنا أدى إلى الضغط على الموارد والخدمات.
تمام. وده بيتطلب طبعا وضع خطة تنموية ليها، اللي أدى إلى إنشاء عاصمة جديدة في نيجيريا. طيب هنا سؤال رقم 9. طيب هنا بيقول لي طبعا هنا المشكلة السكانية في قارة أفريقيا. هنا ما النتيجة المترتبة على المشكلة السكانية في قارة أفريقيا؟ قال لي أدى إلى زيادة الضغط على الخدمات وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية زي المياه العذبة والطاقة والأرض الزراعية، ونقص نصيب الفرد من الموارد نفسها. وقلنا كلما ارتفع معدل الزيادة السكانية دوت هدد تحقيق الأمن الغذائي والمائي في القارة. ما النتيجة المترتبة على ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات بقارة أفريقيا؟ قال لي ده أدى إلى انتشار اللغة العربية، وطبعا وده كان جزء من نظرية التحول الديموغرافي. ما النتائج المترتبة على انخفاض معدلات الأطباء والممرضات في دول جنوب الصحراء بقارة أفريقيا؟ أدى ذلك إلى إعاقة تقديم الخدمات الصحية بشكل جيد في تلك المناطق. الأدلة. لما الاقي سؤال الادله، خلاص اجاوب عليه بحيث ان، خلاص هنا مثلا هات لي دليل على تتضاعف عدد سكان قاره افريقيا كل 30 عام. طبعا هنا الدليل قال لي حيث تتضاعف ما بين عامي، او تضاعف ما بين عامي 75 ل 2000 وايه ل 2005. تمام. وطبعا من المتوقع ان يتضاعف مره اخرى سنه 2035. طيب عايز دليل على انخفاض معدل الوفيات بشكل كبير في قارة أفريقيا حتى أصبح قريبا من المعدل من المعدل العالمي. قال لي حيث سجلت كل من دولة نيجيريا وتشاد ولسوتو أعلى معدلات الوفيات في القارة على على التوالي، وذلك لتفشي الأمراض المستوطنة وارتفاع وفيات الأطفال والأمهات. طيب عايز دليل تختلف او تتعدد اسباب الهجره الخارجيه في قاره افريقيا. قال لي هنا تتعدد اسباب الهجره: البحث عن فرص عمل افضل وتحسين مستوى المعيشه، البحث عن فرصه تعليميه افضل، عدم الاستقرار السياسي والحروب. طيب بيقول لي هنا 5. عايز دليل تسعى الدول الأفريقية لإعادة توزيع السكان. قال لي حيث أن تقوم الدول الأفريقية بالعديد من المشروعات الاقتصادية: إنشاء مدن جديدة لتخفيف الضغط عن المناطق ذات الكثافة العالية، تخفيف الضغط عن المناطق زي ما قلنا ذات الكثافة العالية. السؤال رقم 6. بيقول لي هنا، حاضر، هنشوف هنعمل اجابات، هنعمل الاسئله في الاخر. طيب عندي هنا بيقول لي تتنوع اساليب حل المشكلات السكانيه ازاي؟ قال لي هنا وضع خطط لخفض معدل الزياده السكانيه وتنظيم الاسره وزياده الوعي باهميه الاسره الصغيره، رفع سن الزواج، وضع قوانين تجرم الزواج المبكر، الاهتمام بدعم المرأة اجتماعيا بتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية، إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية لسد احتياجات السكان، إنشاء مدن جديدة. طيب يقول لي هنا رقم 8. تعد قارة أفريقيا من أعلى قارات العالم في عمالة الأطفال. قال لي هنا حيث يعمل طفل ما بين كل 5 أطفال في الرعي أو الزراعة أو الصناعة، ويستغل طبعا بعضهم في الأعمال العسكرية. آه، رقم 10. وصلت قارة أفريقيا إلى العالمية في التراث الأدبي. قال لي هنا حيث حصل 2 من الأدباء على جائزة نوبل العالمية، وده حصل عليها ويلي سونكا عام 86 ونجيب محفوظ سنة 88. رقم 11. هنا تبذل الدولة المصرية، تبذل الدولة المصرية الكثير من الجهود في تعزيز التعاون الثقافي مع دول أفريقيا. قال لي هنا حيث تقوم مصر بالعمل على تعزيز التعاون الثقافي من خلال فعاليات خاصة بالفنون الإفريقية زي المهرجان العربي الإفريقي للفنون الشعبية ومهرجان الطبول والفنون التراثية.
رقم 13، وده سؤال حلو وسؤال من الأسئلة المهمة، خلاص، اللي هي ارتبطت الموسيقى منذ القدم بالطقوس الدينية. قال لي هنا: حيث ارتبطت منذ القدم بالطقوس الدينية، وده كان الرقص على أنغام الطبول وسيلة للتقرب إلى المعبودات الإفريقية الأسطورية. آه طيب، نشوف إيه كمان. قال لي هنا: بما تفسر هنا، دلل على تتنوع اللغات في قارة أفريقيا. طبعا هنا ديت مرتبطة بالاستعمار ومرتبطة بالأجزاء اللي احنا كنا عارفينها، زي ما بنقول ان طبعا هنا تتنوع، حيث انتشرت بها عده لغات: اللغه العربيه في شمال القاره وده بسبب الفتح الاسلامي لها، اللغه السواحليه في شرق القاره، لغه الهوسه والماندي في غرب القاره، اللغه الانجليزيه في جنوب القاره وده بسبب الاستعمار الانجليزي، اللغه الفرنسيه في دولتي رواندا والكاميرون وبعد دول غرب ووسط القاره برضو بسبب الاستعمار الفرنسي. سؤال رقم 15: تعاني قارة أفريقيا من انتشار العديد من الأمراض، وده حيث انتشرت بها عدة أمراض زي مرض النوم اللي بينتقل بواسطة ذبابة التسيتسي، ومرض الملاريا. هنعرف نحلهم دلوقتي. مرض الملاريا ومرض الإيدز، زي اللي هو فيروس نقص المناعة، أمراض سوء التغذية، بالإضافة لارتباط معدل انتشار مرض السكر وأمراض القلب. طيب، السؤال المهم قوي والسهل جدا جدا جدا. السؤال ده مش صعب خالص. السؤال ده بيكلمني على ما العلاقة. يعني ايه العلاقة؟ يعني ايه ما العلاقة؟ قال لي هنا: ايه العلاقة ما بين جملتين؟ انا هنا بقول لك عندي علاقة ما بين الزيادة السكانية والامن المائي. ادي جملة: الزيادة السكانية والامن المائي. طيب بصوا الاجابة ايه؟ قال لي ان الزيادة السكانية بتهدد الامن المائي، لان الزيادة السكانية هتؤدي الى نقص المياه. طيب، يعني ايه ما العلاقة؟ قال لي ما العلاقة هنا يعني بيربط ما بين الجملتين دول بسبب او نتيجة. يربط ما بين، بس كده، يربط ما بين الجملتين دول بسبب او نتيجه. انا عايز الزياده السكانيه هتؤدي الى، اذا ان الزياده السكانيه سبب لحدوث مشكله. تمام، الامن المائي هينقص او هيبقى فيه خطر بسبب الزياده السكانيه. يبقى ما العلاقه؟ كلمتين: اما سبب او نتيجه. طيب، هنا كمان بص كده: عدم الاستقرار السياسي وعمالة الأطفال. هنا يؤدي عدم الاستقرار في بعض دول القارة إلى انخفاض معدل القيد بالتعليم. طيب، ده علاقته إيه بالعدم الاستقرار بعمالة الأطفال؟ ما هو عدم انخفاض معدل القيد بالتعليم هيؤدي إلى استغلال هؤلاء الأطفال في الأعمال العسكرية، وبالتالي أو اتجاههم للعمل. تمام؟ يبقى انا هنا عندي جمله، وادي الجمله الثانيه في هنا كده كلمه و. هنا و ده اللي هو حرف الايه؟ حرف العطف. حرف العطف ده هحط هنا بسبب او بنتيجه، مش اكتر من كده. ده اسهل سؤال، هو اصلا جايب لك الاجابه في سؤال. تمام. طيب، السؤال اللي بعد كده عندي وهو المقارنه. المقارنه برضو سهله. المقارنه لو جاب لي ما بين جملتين زي الهجره الوافده والهجره المغادره، ده هنا بيقول لي اصلا تعريف. يعني ايه هجرة وافدة؟ قال لي يعني حركة انتقال السكان من خارج القارة إلى داخل قارة أفريقيا. طب الهجرة المغادرة ده بيغادر يعني بيمشي. هي حركة السكان من أفريقيا إلى القارات الأخرى زي أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج. طيب، هنا عايز أقارن ما بين فئة صغار السن، خلاص، وفئة كبار السن. طيب، قال لي هنا النسبة: فئة صغار السن 40%. طب فئة كبار السن؟ قال لي هنا 3% من إجمالي السكان في أفريقيا. طب التوقع من نسبة ل 2050؟ قال لي هنا من المتوقع أن تتناقص نسبة صغار السن، تمام، بسبب برامج تنظيم الأسرة ورعايتها. عندي كمان، وده هيترتب عليه انتقال القارة الأفريقية إلى المرحلة الثالثة من نظرية التحول الديموغرافي. طيب، هنا بالنسبة لفئة كبار السن، قال لي من المتوقع أن تزيد نسبة كبار السن في أفريقيا بحلول أيضا عام 2050، وده هيؤدي إلى بسبب تحسن الرعاية الصحية. طيب،
هنا طبعا المقارنة ما بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمرتفعة والمتوسطة ومناطق المنخفضة ومناطق الكثافة السكانية النادرة. مناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة زي وادي النيل والدلتا في مصر، مناطق أو منطقة النيل الأزرق في السودان، السواحل الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية اللي موجودة طبعا في القارة. مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة زي مناطق استخراج المعادن والطاقة الأحفورية، زي هضبة الحبشة، زي هضبة البحيرات الاستوائية. طيب مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة زي مناطق الرعي والزراعة في نطاق السافانا والاستبس. أما المناطق النادرة فهي مناطق الصحراوية أو مناطق المستنقعات. طيب، يبقى ده كده مراجعتنا على الوحدة الايه، على الوحدة الأولانية اللي اتكلمنا عليها. تعالوا نعمل امتحان كده بسيط على الجزئية دي.